كان في بعض من الاعلاميين بيصنفوا القضيه بتاعت عصام جدا، وكان في انحياز لعصام، وكان في مجموعه ثانيه ضد العصام اساسا يكون متعذب داخل السجن، وقالوا ليه هيتعذب وليه هو اساسا مش ناشط سياسي ولا اي حاجه. فيعني زي ما يعني فكره عندهم اللي طالما مش ناشط يبقى ما يتعذبش، انما اي مواطن عادي فمن حقه ان هو يتعذب. الحمله الاعلاميه ابتدت اكتر بالضغط على عصام من ساعه لما تحت الاجراءات والنائب العام امر باعاده فتح القضيه. تاني فوجئت بحمله اعلاميه كبيره، وللاسف الحمله الاعلاميه دي تكون من دكتور بيعمل مصلحه الطب الشرعي، وهو الدكتور احسان كامل جورج رئيس مصلحه الطب الشرعي سابقا. شن حمله اعلاميه كبيره جدا على عصام. هو طرف تاني برضه كان مساعد مدير مصلحه السجون اللي هو محمد نجيب، ورغم ان هو خرج معاش. ابتدت الاول الحكايه بالدكتور احسان كامل جورج بثلاث تصريحات صحفيه اكثر من مره. تصريح صحفي ليه شهير جدا في جريده الشروق بيقول فيه: وجدنا في قطيع احشاء طرق عصام عطا ما يزيد عن 32 كيلو حشيش. يعني الكلام دوت طبعا الكلام مش هيخش عادي جدا لاي حد اللي هو في مواطن هيحط في معدته 32 كيلو حشيش، والكلام ده اساسا مش موجود في اوراق القضيه ولا في تقرير الطب الشرعي الرسمي اللي هو طالع من نفس المصلحه اللي هو بيرقصها الدكتور حسين كامل. عمل برضه حوار صحفي تاني في مجله اسمها مجله صباح الخير، والصحفيه قدرت تتواصل معاها. الصحفيه دي مسجله له تسجيل صوتي كامل بيقول في التسجيل الصوتي في الحوار الصحفي اللي والدته دخلته فرخه، والفرخه دي كان فيها افافه مخدرات. مفيش حاجه في التحقيقات بتقول ان عصام دخله فرخه. وقال برضه عصام ان هو عيل صايع وبيستغلط ومعرفش بيقول ليه الكلام ده عليه، وهو حد ما بيقدر ربنا.